بيبدأ الفيلم مع كلير وهي في البانيو بتاخد شاور وبتقوم مخضوضة لأنها شافت حاجة مش مفهومة بالنسبة لها، وبعدها بتلبس وتجهز وتصحي بنتها كيتلين قبل ما تسافر لجامعتها. لكن وهي بتصحيها بتشوف جيرانهم وهم بيتخانقوا وبيبقوا بيتخانقوا كل يوم، وبتبقى مستغربة جدا عن سبب خلافاتهم الصعبة دي. بس بيظهر جوزها نورمان وبيقول لها إنهم مسافرين مع بنتهم ومحتاجين يجهزوا، وجوزها بيكون شغال في الجامعة في قسم الجينات والأبحاث، وطبيعة شغله بتخليه مشغول طول الوقت. ولما كلير بترجع البيت بعد سفر بنتها كيتلين بتكون مفتقدة بنتها جدا بسبب تعلقها بيها، وبتكون حاسة بالوحدة بشكل صعب، فبتشم في هدوم بنتها وبيبان انها مش متعودة على بعد بنتها عنها، وبتتفرج على ألبوم الصور القديمة وبتشوف ذكرياتها هي وبنتها، وبتفتكر انها كانت عازفة موسيقى لكنها اعتزلت عشان تكون فاضية ومتفرغة لبيتها وبنتها، وبتشوف صور لعربيتها وهي عاملة حادثة من سنة، بس احداثها بتكون مشوشة بالنسبة لها وبتبقى مشاعرها متأثرة ومشتتة، فبتخرج للجنينة وهي بتعيط، لكنها بتسمع صوت جارتها ميري بتعيط بصوت عالي، فبتحاول تسألها عن السبب، لكن جارتها بتقول كلام مش مفهوم زي انها خايفة تختفي، وبتطلع تجري اول ما بتوصل عربية جوزها. فبتحكي كلير لجوزها نورمان انها عايزة تزور جارتها وتسمع منها لانها مش مرتاحة للي بيحصل، فبيطمنها نورمان ان دي مجرد خلافات عادية، لكنه علشان يطمنها اكتر قال لها هيسأل صديق يعرفه عن جوز جارتها وعن اللي بيحصل، يمكن يكون عنده فكرة. لكن كلير بتكون مصممة تتدخل برضه وتسأل عن جارتها، فبتروح لها وبترن الجرس لكن محدش بيفتح، وبتشوف الصندل بتاعها عليه دم فبتقلق اكتر، لكنها في الاخر بتمشي. وهي ماشيه ناحيه بيتها بتشوف صاحبتها جودي وهي جايه تطمن عليها، فبتقول لها انها كويسه، لكن جودي بتبقى مش مصدقه لان كلير متعلقه ببنتها الوحيده وهي سافرت وسابتها، وكمان هي لسه نقله البيت جديد ومش متعوده على المكان خصوصا بعد حادثه العربيه. وجودي بتقول لها ان طبيعي تقلق عليها وتبقى عايزه تطمن اكتر عليها. وبالليل بتكون كلير قاعده على الكمبيوتر لكن النور بيقطع والجو بيبقى فيه عاصفة صعبة، فبتروح تقفل الشباك وبتتفاجئ بجارهم وهو بيحط حاجة غريبة في شنطة العربية، فبتصحي نورمان جوزها يشوف عشان يصدقها لكن مش بيبقى فيه حاجة أصلا، فبتحكي له على اللي شافته. وتاني يوم وهي في الجنينة بتبص على جيرانها لكنها بتتعور في ايدها من السور، وبتروح البيت وأول ما بتقرب من الباب بيتفتح لوحده، فبتروح تبص في باقي البيت لا يكون في حد دخل أو طلع من البيت، ولكن وهي بتقفل شباك المكتب بيقع برواز لجوزها في حفلة تكريم على أبحاثه، وبتروح تلاقي الباب مفتوح فبتقفله كويس. وبتبقى كلير جنب البحيرة ومعاها الكلب بتاعها، فبترمي الكرة في المية عشان الكلب يجيبها يلعب بيها، لكن الكلب بيبقى واقف مكانه كأنه خايف، وبتشوف وش إنسان كأنه غرقان في البحيرة، وبتتخض أول ما الموبايل بيرن، وبيكون نورمان بيقول لها إنه هيتأخر النهاردة في الشغل، لكنها بترجع البيت والباب بيتفتح لوحده برضه أول ما بتقرب، وبتخرج تاني تنادي على الكلب لكنه مش بيظهر في أي مكان، فبتيجي تدخل البيت تاني والباب بيفتح تاني لوحده، فبتحس إنها مشوشة أو في حاجة غريبة بتحصل، فبتروح تقفل الباب كويس لكن الكاسيت بيشتغل بصوت عالي فجأة لوحده وبعدين بيقفل لوحده، فبتقرر تروح المعمل لجوزها، وهناك بتشوفهم شغالين على نوع مخدر جديد بيسبب شلل تام للمريض لكنه بيبقى واعي بكل حاجة بتحصل حواليه. فبتقول لنورمان انها بتسمع اصوات وحاجات مش مفهومة في البيت، قال لها بلغت الشرطة؟ قالت له لا، فبيقول لها انه هيكلم الشرطة وهيفتشوا البيت قبل ما يسافر، فبتقول له لا مفيش داعي وانها مسألة وقت وكل حاجة هتبقى تمام وطبيعية. ولما بتتكلم معاه عن والده بيتغير وشه وبيبقى رافض فكرة ان والده ممكن يكون مات، وبتكون جوه البيت لوحدها وبتلاقي الباب مفتوح لوحده فبتقفله جامد، لكن وهي بتقفله بتسمع صوت ازاز بيتكسر، فبتروح اوضه المكتب عشان تلاقي صوره جوزها واقعه تاني، وبتشوف عربيه جارها ماشيه، فبتروح لجارتها بورد وبتخبط لكن محدش بيفتح، وبتشوف السجاده متغطيه ببلاستيك، وهي ماشيه بتلاقي العربيه بتاعت جارها واقفه فبتتخض لانها ما كانتش موجوده، وبيفتح باب البيت وبينادي عليها لكنها بتسلم عليه وبتتكلم عادي، وبتسال عن مراته لو موجوده، فبيقول لها انها مش موجوده وبيعتذر لها انه متاخر ولازم يمشي، فبتفضل كلير تراقبه من بيتها وبيبقى بيتعشى عادي لوحده، وفجأة بيختفي وبيظهر عند الشباك وهو بيبص لها، وبعدين بتلاقي الكلب بتاعها بيهوهو بشكل هستيري، وبتشوف آثار أقدام في الجنينة عندها وبتبقى قلقانة بسبب الأحداث الغريبة وبتكون مرعوبة، وفجأة بيدخل عليها جوزها نورمان وبتترعب لما بتشوفه بسبب شدة الأعصاب اللي هي فيها، فنورمان بيقول لها تجهز لأنهم هيتعشوا بره، وهم في العربية قالت له إنها شاكة إن جارهم قتل مراته لأنها مختفية، وبيحاول نورمان يتصل بالمطعم عشان يعتذر عن التأخير لكن مش بيكون في شبكة. وهناك في المطعم بتقابل صاحبتها وبتتكلم صاحبتها عن كلير وقد ايه كانت مبدعة وشاطرة في الموسيقى، وبيتكلم نورمان عن شغله وقد ايه هو مهتم بالابحاث لدرجة انه عنده معمل في بيته. وبعدها بنشوف كلير وهي بتصلح البرواز اللي اتكسر، فبتلمح مفتاح فتحة الدفاية فبتاخده وبتجربه على كل الادراج والمكتب لكن مش بيكون بتاعهم، فبتحتفظ بيه في الروب بتاعها. وبعدها وهي خارجة للحمام بتلاقي الحمام طالع منه بخار كتير جدا، فبتدخل الحمام بالراحة فبتلاقي البانيو مليان على
لاخره، فبتقرب عشان تفضيه لكن بتشوف خيال واحده جنبها في الميه، فبتتخض وبتصوت وبيجي جوزها يطمنها. لكن بيبقى الموضوع خرج عن حده والاحداث الغامضه بدات تزيد عن حدها، فبتقرر كلير تروح لطبيب نفسي وتحكي له عن اللي بتشوفه وبتحس بيه. فبيسالها هي بتشوف ايه، فبتقول له انها بتشوف شبح بنت شبهها تقريبا، عينيها خضراء. فالدكتور بيقول لها تتواصل مع الشبح وتسالها عن سبب ظهورها وهي عايزه ايه. فبتقول لجودي صاحبتها وبيعملوا جلسه استدعاء ارواح، وبتحط جنب الشمع صندل جارتها لانها بتكون فاكره ان روح جارتها بتحاول تتواصل معاها بعد ما جوزها قتلها. وبالفعل بيعملوا الطقوس وبتحصل هزه والشمعة بتطفي وباب الحمام بيتفتح لكنه بيكون الكلب. وبتودع صاحبتها بعد الرعب اللي حصل ده، وبتقول لها ما تقولش لحد على الجلسه خصوصا جوزها لانه بيعاملها انها طفله من وقت الحادثه. فبتشيل اثار الجلسه من الحمام وبتلاحظ ان الكمبيوتر بيفتح ويقفل لوحده، وبتشوف اثار بخار طالع من الحمام تاني مع العلم انها هي لسه كانت فيه بتنظفه. فبتدخل الحمام وتبص على البانيو لكن الشبح بيظهر المره دي في المرايه، فبتمسح المرايه فبتختفي. بس بتسالها انت عايزه ايه، وبيبقى رد الشبح عليها كتابه على بخار المرايه انت عارفه كل حاجه. فبتترعب وبتطلع تجري لجوزها نورمان تحكي له، لكن الكمبيوتر بيبقى شغال وبيجيب اسم الفايز في اللعبه وبيكرر حروف MEF. فبتروح لجوزها المعمل بتاعه وبتقول له انها اتاكدت ان جارتهم اتقتلت، فبيقول لها جوزها ان ده تخاريف ومش حقيقي. فبتطلع تجري وبيجري وراها وبيحاول يهديها لكن بتفضل تقول له انه لازم يصدقها وانها متاكده ان في حاجه حصلت لجارتهم. وبتشوف جارهم في محطه المترو وبتروح له وبتقول له انها عارفه انه قتل مراته، وبتزعق معاه لدرجه ان الناس بتبص عليهم. لكن بعدها بتظهر ميري جارتهم معاه، فبيعتذر نورمان عن سلوك كلير وبياخدها وبيمشي. فبترجع لدكتورها النفسي تحكي له عن اللي حصل، فبيسالها عن جوزها، فبتقول له انه برغم ان نورمان مشغول طول الوقت بس هو زوج واب مثالي وزواجهم مستقر برغم الهلاوس والاحداث الغريبه اللي بتشوفها. بس نورمان مستحملها الفتره اللي فاتت وبتبقى نفسها تنسى اللي حصل كله. وبعدها وهي مروحه بتلاقي كتاب عن الارواح من صاحبتها جودي، وبتظهر ليها جارتها ميري وبتعتذر لها لو كانت السبب في الشك او سوء التفاهم اللي حصل مع جوزها، وبتعزمها على فنجان قهوه. وبالليل بتروح كلير ونورمان لحفله تبع الجامعه وبيكون فيها كل اعضاء التدريس، وبتبقى مستغربه ان كل الناس دي عارفاها وبيبصوا عليها. وكمان مرات رئيس الجامعه بتكلمها وبيبقى باين من الكلام انها تعرفها كويس بس كلير بتكون مش فاكراها. فبتسترجع معاها الذكريات وانها كانت اخر مره في حفله تكريم نورمان الاخيره ووقعت الكاس من خوفها كانها شافت شبح. فبتروح كلير وبتمسك البرواز وبتبص على صورتها في حفله التكريم مع نورمان، لكن وهي ماشيه البرواز بيقع تاني وبتلاقي ورقه جرايد مكتوب عليها خبر في جريده عن بنت اسمها ماديسون إليزابيث، والغريب ان بيكون اول حروف من اسمها هي اللي ظهرت على الكمبيوتر وبيكون ناقص حرف. فبتدور على اسمها على الانترنت وبتلاقي ان اسمها ماديسون إليزابيث فرانك MEF، وبتدور اكتر عنها وبتشوف صورتها وبتبقى شبه الشبح اللي بيظهر لها وعينيها خضراء وشبهها فعلا. وبتروح توري جوزها صوره البنت وبتساله لو فاكرها، فبيقول لها ان البنت دي اختفت السنه اللي فاتت. فسالته لو يعرفها فبيقول لها لا، لكن بيبقى باين عليه انه خايف او مخبي حاجه. فبتكمل كلير كلامها ان هي دي البنت اللي شافتها في البانيو، لكن نورمان بيحاول يفهمها ان دي مجرد هلاوس. لكن هي بتكمل بحثها وبتتصل بالشرطه وبتسال عن البنت، فبيبلغوها ان القضيه اتقفلت على ان البنت هربت وعايشه في مكان تاني بعيد. فبتاخد عنوان امها من الشرطه وبتروح تزورها، وامها بتحكي لها ان بنتها كانت طالبه متفوقه في دراستها وانها كانت بتقفل على نفسها بالايام وبتكون مشغوله في الابحاث والدراسه والقرايه. وبتدخل كلير اوضه ماديسون وبتكون فيها شهادات كتير، وبتشوف اخر صوره ليها وبتكون لابسه سلسله وبتاخد خصله شعر ماديسون وبتروح البيت تعمل جلسه تحضير ارواح تاني بخصله شعر كاثر للبنت. لكن في نفس اللحظه جوزها بيدخل البيت وبينادي عليها لكن كلير مش بترد، فبيروح يفتح الثلاجه ياخد تفاحه، فبتظهر له فجاه وبتاخد منه التفاحه وهي بتقول له انت ما تعرفش ان الفاكهه دي هي الفاكهه المحرمه. وبتبقى تصرفاتها غريبه وجريئه كانها مش هي، وبيبقى حصل زي اندماج بينها وبين الشبح في جلسه التحضير. وبتروح المكتب وبيروح وراها جوزها وبتبقى بتكلمه كلام علمي وبتتعامل معاه بعنف وجرأة، وبتشوف نفسها عند الباب والدنيا بتمطر عليها لكن بلبس اسود. وبتقول لجوزها وهي بتبص على الباب اعتقد انها بدأت تشك، فبيسألها هي مين، فبتقول له مراتك. وبتتحول لشكل ماديسون فبيزقها بعنف على الارض وبتفوق، لكن وهي فاكره وعارفه كل حاجه حصلت زي ما الشبح كتب لها على المرايه. وبتكون عرفت ان ماديسون كانت طالبه عند نورمان وبتعمل ابحاث تحت اشرافه. لكن في يوم كلير بترجع البيت وبتشوفه وهو بيخونها مع ماديسون، فبتاخد عربيتها وبتهرب لكنها بتعمل حادثه وبيجي لها فقدان ذاكره جزئي نتيجه الصدمه، وان عقلها كان صعب يستوعب او يتحمل ان نورمان بيخونها. وحاول جوزها يعتذر لها لكن بتقول له مش كفايه. وبتروح لصاحبتها جودي وبتحكي لها جودي انها شافت نورمان مع البنت دي قبل كده لكن ما شكتش ان في حاجه. وبعدها حصلت الحادثه وظهر قد ايه نورمان متاثر وخايف
خايف على كلير، فبيتصل نورمان وبيسيب رسالة لجودي باللي حصل. فكلير بتقول لها قولي له اني هروح بكرة لان في اجابة سؤال عايز اعرفها. وبتروح البيت بس النور بيكون قاطع، وبتنادي على نورمان لكن مش بيرد. وبتطلع فوق في الحمام وبتشوفه مغمى عليه واستشوار عامل صدمة كهربائية في المية. فبتكلم الدكاترة يجوا يكشفوا ويطمنوا عليه، وبيكون حالته كويسة وطبيعية وفاق، وقال لها انه مش محتاج يروح المستشفى لكن محتاج يعمل رسم قلب. فبتخبي خصلة شعر ماديسون في الكتاب وبتسأله كلير لو ليه علاقة باختفاء ماديسون، فبيقول لها ايوه، وقال لها انه بعد ما شفتيني بلغتها اني هسيبها، فهددته انها تقتل نفسها لو عمل كده واختفت بعدها. فبتقول له ان ماديسون هي اللي حاولت تقتله وهو في الحمام. قال لها انهم لسه مش متأكدين هي ماتت ولا هربت، وبيقول لها ان اللي حصل له في الحمام ده مجرد حادثة. فبتقرر كلير انها تروح تنام، وهو بيتصل بمتخصص في علم الارواح لكنه مش مقتنع بوجود تواصل بين الارواح، وبيطلع يطمن على كلير وهي نايمة، وبياخد من جنبها كتاب الارواح بتاعها وبتكون صاحية وهو بياخده. لكن المتخصص بيأكد له ان هم بالفعل شافوا حالات زي دي كتير. وهو بيكلمه بتظهر كلير رايحة للبحيرة وبترمي نفسها، وبتبقى كأنها شايفة صندوق او حاجة في المية، لكن نورمان بيجري يطلعها وبياخد منها خصلة الشعر وبيحرقها هي وكتاب الارواح. وبيقول لكلير انه مصدقها وبيترجاها تسامحه، وبيفضل يعتذر كتير عن اللي عمله. وبترجع كلير للعزف تاني وبتبلغه ان ماديسون خلاص سابت البيت. قال لها عرفتي ازاي؟ فقالت له انها تقدر تحس بده. وكلير بتقول لنورمان وهم في رحلة في المركب انها عايزة تروح قرية ادمنت تشتري من هناك تحف، وبتسأله رحت هناك قبل كده؟ فبيقول لها لا، بس هو بيكون راح مع ماديسون وهي عارفة. فبيرجعوا من الرحلة بتاعتهم وبيربط المركب الشراعي بتاعه على العربية، وبيبقى التعامل بينه وبين كلير لطيف. وبعدها بتكون كلير في الشاور والروب بتاعها بيقع، وبتشوف المفتاح اللي هي كانت شايلاه فيه. فبتروح للقرية تاني لوحدها وبتشوف محل عليه نفس الرمز اللي على المفتاح واللي كان موجود على الصندوق برضو اللي في البحيرة كمان. فبتقرر تنزل البحيرة ونورمان نايم، وبتفتح الصندوق بالمفتاح وبيكون فيه السلسلة بتاعت ماديسون. وبتترعب لان كده ممكن يكون نورمان ليه يد في قتلها او اختفائها. فبتاخد الموبايل من نورمان ببطء وبتقرر تتصل بالشرطة، لكن بيظهر نورمان قدامها فبتقول له دي سلسلة ماديسون وانت قتلتها. قال لها ان ماديسون قتلت نفسها في بيته عشان تعمل له مشكلة، وانه حاول ينقذها لكنها كانت ماتت فعلا، فحطها في عربيتها وغرقها في البحيرة. وبيعيط وبيعتذر لها انه كان لازم يعمل كده عشان ينقذ حياتهم. فبتقول له ان لازم ماديسون تطلع وتدفن. فبيكلم الشرطة وبيقول لهم انه عنده معلومات عن ماديسون. وبعدها بيسيب كلير ويطلع يغير هدومه عقبال ما الشرطة توصل للتحقيق، وبتطلع وراه عشان تغير هي كمان وهي لابسة سلسلة ماديسون. فبتلاقي التليفون اللي كان بيتكلم فيه نورمان وبترن على اخر رقم، لكن بتكتشف انه كان بيكلم الدليل. وفجأة بيظهر وراها نورمان وبيكتم نفسها بالمخدر اللي كان بيجربه في المعمل، وبتحاول تقاومه وتنزل من على السلم، لكن مفعول المخدر جاب لكلير شلل لكنها بتفضل بكامل وعيها. وبيظهر نورمان لأول مرة قدامها على حقيقته، واعترف ليها انه غرق ماديسون وقتلها، وانه ترجاها هي ترمي ورا ظهرها وتنسى، وهي رفضت فهيقتلها زي ما قتل ماديسون. وشالها وحطها في البانيو وفتح عليها المية، وكلم صاحبتها انه هيبات في المعمل لانه اتخانق هو وكلير، وطلب منها تطمن عليها بكرة. وبيسيب حبوب المنوم على الحوض عشان يبان انه انتحار. وبيبدأ مفعول المخدر يروح من كلير بالتدريج، والمية بترتفع اكتر واكتر، وكلير قربت تغرق. وبيشوفها لابسة سلسلة ماديسون فبيقرب منها يقلعها السلسلة، لكنه بيشوف ماديسون مش كلير فبيترعب وبيتخبط من رعب في الحوض وبيغمى عليه. وفي اللحظة دي بتحاول كلير تشيل سدادة البانيو وبتحاول تقفل المية لكنها بتفشل. وفي اللحظة الأخيرة قبل ما تغرق بتنجح انها تشيل السدادة وبتطلع من البانيو بصعوبة وبتزحف على الأرض. وبتبص على نورمان لكنه بيكون مش موجود، بس آثار الدم بتكون في كل مكان، والتليفون كمان مش بيكون فيه شبكة. فبتنزل السلم وهي مرعوبة يهجم عليها، لكن بتشوفه واقع على الأرض. وبتقرب تحاول تاخد التليفون بهدوء لكن ايده بتترعش، فبتصوت وتترعب وتاخد مفتاح العربية والتليفون وبتجري، لكن بتشوفه في مراية العربية وهو بيفوق وبيجري وراها لكنها بتتحرك بسرعة. وبتكون عربيتها بتجر المركب الشراعي وده بيخلي سواقتها أصعب. وبتحط الموبايل على التابلو عشان يجيب شبكة أكتر، وبتتصل بالنجدة لكن نورمان بيهجم عليها وبيحاول يخنقها، فالتليفون بيقع والمكالمة بتكون مفتوحة. وبتشوف شبح ماديسون واقف في نص الطريق، ولما بتحاول تفاديها بتقع العربية في البحيرة، والشراع بتاع المركب بيتحرك وبيكسر الإزاز، ورجل نورمان بتكون متعلقة في الكرسي. فبتحاول كلير تهرب وتنقذ نفسها وهي مرعوبة، لكن نورمان بيشدها فبتترجاه انه ما يقتلهاش لكنه بيشدها تحت المية. بس في اللحظة دي الشراع بيقع على عربية ماديسون واللي بتكون غرقانة في نفس البحيرة، وبتطلع جثتها من المية. وبتقرب جثة ماديسون منهم وبتبص لكلير، وبعدها بتبص بغضب ناحية نورمان فبيحاول يهرب ويسيب كلير بعد ما كان عايز يغرقها ويقتلها، لكن شبح ماديسون بيمسكه وبيغرقه لحد ما بيموت بنفس الطريقة اللي موت بيها ماديسون. وبترجع الجثة تاني مكانها بعد ما انتقمت لنفسها، وبتطلع كلير من المية وهي مرعوبة. بتكون
بتكون الشرطة وصلت أخيرا. وفي النهاية بنشوف كلير وهي بتحط ورد على قبر ماديسون بعد ما طلعوا جثتها ودفنوها. وبكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في كومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.